حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بس يا حبايبي تصلوا على النبي. النهارده هنعمل بقى صينيه رق كده باللحمه. معانا معلقه سمنه كده، طبعا على البوتاجاز. متنسوناش في اللايك يا حبايبي. هنحط بقى ايه؟ بصلتين كده او 3 كبار. ماشي. هنحط كده شويه ملح، نشوح بقى ايه البصله، هندبلها بس كده قبل ما نحط اللحمه. بس هو البصله دبلت كده، هنحط بقى اللحمه. بسم الله. انا هعمل صينيه بس هعملها كبيره شويه. تمام. مش هنقلب طبعا كتير عشان ما تنزلش ايه ميه ولا حاجه. تمام. هحط بقى ايه فلفل اسمر، و7 بهارات، ربع معلقه كده صغيره، ربع معلقه صغيره قرفه. نحط بقى ملح برضو كده بس عشان نحط حاجه تاني. تمام. نقلب بس البهارات كده ببعضها ونسيبها كده. هنسيبها بقى. تمام. نشفط خلاص كده. حبايبي جبنا هنا شوربه. لو ما عندك الشوربه حطي ميه مغليه مع مرقه وملح وسمنه وكده وتتبليها حلو وتعملي بيها الرق. بس انا عشان عندي شوربه فحطيت طبعا برضو ايه يعني نص معلقه سمنه كده وشويه ملح وشويه مرقه فظبطتها. تمام. انا معايا الصينيه هي ده برضو دهنتها سمنه اللي انا هعمل فيها. انا كنت هعمل بصراحه في واحده اكبر من دي، بس لقيت الرقايه معايا ايه مش كبيره قوي. تمام. فلقيت الصينيه اكبر من الرقاق فاخترت بقى دي يا دوبك على قد الرقاق. ماشي. انا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنحط الرقاق كده، معلش عشان انا بصور نفسي بس كده. المفروض بنزقيها كلها كده، هزقيها كده بقى عشان انا مش عارف ايه ان انا اعملها كده واصور. بصوا كده المفروض كده. بصوا كده 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 كلها. ماشي. نحطها بقى فيها الشوربه. بس حبيبي حطيتها كده. انا ممكن احط يعني 4 فوق و4 تحت. تمام. يبقى 4. ماشي. دي شوربه. انا لو ما كانش عندي الشوربه دي في الفريزر كنت هحط ميه عادي. انا بعملها بميه برضو، ميه مغليه وزي ما قلت لكم كده مرقه وملح وفلفل اسمر ونتبل بيها الميه بتبقى جميله جدا. بس عشان كان عندي في الفريزر فقلت اعمل بيها بقى طالما موجوده. بس حطينا اول طبقه كده 4. نحط بقى اللحمه. حطينا كده اللحمه. ماشي. هنحط بقى ايه ال4 التانيين. بس حبايبي دي كده اخر حاجه. تمام. هنحط بقى سمنه كده طبعا في الوش كده، على وشها كده سمنه عشان تدي لون حلو. تمام. بس هنحطها بقى، هنحط فيها كلها سمنه وندخلها الفرن. ماشي. كده صينيه ايه رقاق سهله كده وبسيطه. ماشي. طبعا عاملها هو اللي سهل وبسيط. احنا عارفين طبعا كلنا ان اللحمه غاليه، بس انا معلش كانت عندي في الفريزر بصراحه من العيد المفرومه ديت فانا قلت اعمل بيها. انتوا عارفين الصينيه ما تاخدش حاجه يعني سهله فعلا وبسيطه فاعملها. تمام. بس اتمنى تكون ايه طريقتي بقى في الرق عجبتكم. تمام. هندخلها الفرن بقى بعد ما اطلعها اوريها لكم. طلعنا الصينيه من الفرن اهي. ده كده شكلها. تمام. انا قلبتها. بصوا بصوا حبايبي ناشفه ازاي، مش اللي هو ناشفه قوي. بصوا. بس انا عايزه اوريكم. بصوا بصوا حبايبي هقطع بقى منها. بس هي مش ناشفه قوي. تمام. بس معلش هي سخنه، انا قلت اوريها لكم بس كده من جوه. بس هي ايه انا مش عارفه امسكها من السخونيه. بس حبايبي بصوا طريه ازاي من جوه.
بس احنا بنحبها كده ناشفه. انت لو مش ما تحبهاش ناشفه كده وعايزاها تبقى طريه، اول ما تحمر كده طلعيها، حطي لها كبشه شوربه وتدخليها تاني الفرن. تمام. بس احنا بنحبها كده. ايه رايكم بقى؟ بصوا سخنه بس مش عارفه امسكها. يا رب حبايبي تكون طريقتي عجبتكم في الجلاش. ماشي، ما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك. يا رب حبايبي تكون طريقتي عجبتكم في الرقاق. ماشي، ما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك في القناه. بصوا انا حاطه طبعا 4 فوق و4 تحت زي ما قلت لكم. انا عايزه ادوقه بصراحه معاكم، بس ايه، بس سخن، انا مش عارفه امسكه معلش، سخن قوي. بصوا انا عايزه اوريكم برده هنا كده. بصوا الطبقات. ماشي، اتمنى بقى تكون طريقتي عجبتكم. ماشي، في الرقاق. ما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.